المهدي قادم تقدم. ظهور المهدي المنتظر في الشتاء، قادم من بلاد الثلج. رجال قادمون من بلاد افترش الثلج أرضها وعمم قمم جبالها وكسى بلونه الأبيض البديع حتى البلاد المجاورة لهم، إنها رايات خراسان السوداء، وقائدها خليفة الله المهدي. فقد جاء عن المحدث الشهير علاء الدين المتقي الهندي في مخطوطته البرهان في علامات مهدي آخر الزمان في وصف لهؤلاء الرجال كأنه قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، وصلابتهم أشد من الحجر، ولو حملوا الجبال لأزالوها، وهم رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، رهبان بالليل ليوث بالنهار، وهم كالمصابيح كأنه قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون. وهم كذلك يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، وهم إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. وهنا نلاحظ هذه الإضاءات الربانية التي ألهمنا الله عز وجل إياها من وحي أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإضاءة الأولى أن المهدي يخرج ويلهمه الله عز وجل أمر التكليف في موسم الشتاء والبرودة والثلج عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي. المصدر مسند الإمام أحمد بن حنبل، الجزء الخامس، وفيما أخرجه ابن شيبة ونعيم ابن حماد وأبو نعيم: فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه المهدي. وفي لفظ ما أخرجه الإمام الديلمي قال: ستطلع عليكم رايات سود من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. أما الإضاءة الثانية فإن هناك مسيرة ماء أو فوجا أو بعثة ضخمة ستأتي من بلاد الثلج، وبالتحديد شرق العالم الإسلامي، وتم التصريح بخراسان وعقب خراسان وقبل خراسان ومن الشرق، وبالطبع يعني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرق العالم الإسلامي. أما تعبير خراسان المحدد فهو لا شك يعني الأقسام الشرقية حتى المقطع المركزي لإيران. أما تعبير من قبل خراسان فهو يشمل بلادا عديدة وكلها شرق العالم الإسلامية، وكلها شهيرة جدا بالثلج والثلج الرهيبة. أما الإضاءة الثالثة وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي في مجموع هذه الأحاديث المتواترة بوصف لابد من الوقوف معه، فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن فيها خليفة المسلمين أو خليفتكم أو تسميته في أحد المراحل الرئيس العام لاتحاد دول الكرة الأرضية جمعاء، ولكن نقف مع الوصف الرهيب لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن فيها خليفة الله المهدي، حيث نرى في الحديث الشريف كأنه المهدي يجدد سيادة آدم عليه السلام على الكرة الأرضية في قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد جعل الله عز وجل آدم عليه السلام سيد الكرة الأرضية يخطو فيها كما يشاء ويملك منها ما يشاء ويستعمر ما يشاء ويستصلح ما يشاء ويخضع له كل شيء فيها وتسخر له كل الطبائع وتسجد الأملاك لتحيته وكرامته بإشارة نبوية كريمة، إلا أن المهدي سيملك الأرض ويسودها. وكما أن آدم عليه السلام هو الأب بالتناسل وانتقال الدماء لكل بني آدم وبنات حواء، فكذلك يكون المهدي هو الأب الروحي لكل أبناء الكرة الأرضية من الصالحين ومن التائبين الذين استهوتهم الشياطين. كما أن المهدي سينال من العلوم الخاصة ما يكرم ويعلو به فوق مخلوقات الله. وكما كانت الطاعة واجبة على كل أبناء آدم لأبيهم، فكذلك يجب طاعة المهدي، لأن نفحة التكليف الإلهي للخلافة نابضة بالنور في كل كيانه. إلا أقامت أعظم حضارة تشهدها الكرة الأرضية، فالمهدي موكل برسالة إحياء الإسلام، أو بالأدق أحياء استعداد أبناء آدم لفهم الإسلام فهما صحيحا على النحو الذي يرضي الله عز وجل، وهدم أي مفاهيم أو أفكار تتعدد الإنسان للشيطان الرجيم ودعواه. أما الإضاءة الرابعة أمر نبوي كريم جازم وحاسم بالالتفات حول هذه الجماعة القادمة ومؤازرتها، لأنها تطلب الحق وتدعو إلى حق، بل إنه الرجل الذي ستكون إليه مقاليد الحكم بالبلاد الإسلامية بل العالم سيكون معهم. ولكن أي حق هذا الذي يطلبونه؟ ولماذا جاءت هذه الجماعة؟ وهل هي مسيرات أم مجرد بعثة دبلوماسية؟ عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا تصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونهم قتالا لا يقاتله قوم. ثم ذكر شابا فقال: إذا رأيتموه فبايعوا فأنه خليفة الله المهدي. وقال الحافظ: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا. وفي مخطوطة الملاحم لنعيم بن حماد: يبعث الله راية من المشرق سوداء، من نصرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله، حتى يأتوا رجلا اسمه اسمي فيولونه أمرهم فيؤيده الله. ويقول ابن كثير: في هذه الرايات هي رايات سود تأتي بصحبة المهدي، وهو محمد بن عبد الله المهدي الفاطمي الحسني رضي الله عنه، يصلحه الله في ليلة، أن يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد إن لم يكن كذلك، ويؤيد بأناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه، وتكون راياتهم سوداء، وهو زي عليه الوقار، لأنه راية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب. لذلك فأول ظهور للمهدي يكون قادما من بلاد الثلوج إلى مكة المكرمة في جمع عام يحضره أئمة وقيادات المسلمين في قمة عظمى يخرج عليهم فيها بأفكار لم يكونوا يدركوها، وينير بصائرهم ويفتح عيونهم
على ما لا يخطر لهم على بال، وتكون اقتراحاته كلها مقترنة بأنوار التجلي من علوم خزائن الله الخفية، وتفشي الحروف له سرها وتجود بمكنوناتها بأمر الله. وسيحل لهم كوارث العالم الإسلامي بعلمه الفائق الرباني، فيصبح لسانه هو لسان الحق، لتكون إرهاصات البيعة له دنيويا ودينيا.